النهارده حابب احكي لكم تجربتي عن سماعه كلير بودز 1 من فيت برو. السماعه دي كده في البدايه عايز اقول لكم ان هما بيقلدوا سماعات نوثينج المشهوره جدا. التصميم بتاعها الشفاف زي ما انتم شايفين، والعلبه بتاعتها انيقه، وفي نفس الوقت هيظهر معانا زرار البيرنج، وهنا منفذ الشحن من نوع التايب سي. لو جينا بصينا على السماعات نفسها فهي بتيجي من التصميم الشفاف برضو، ونوعها اللي هي ان اير اللي بتدخل في الاذن بشكل جامد. اللي عجبني في السماعه ديت هو الاداء بتاعها القوي جدا، وتقدر تتحكم في النويز كانسليشن بتاعها. البيز بتاعها قوي، الصوت بتاعها قوي جدا بصراحه. البطاريه بتاعتها للاسف هي ضعيفه. بالنسبه للمايك بتاعها نقدر نقول عليه مقبول، لان السماعه ديت برضو من السماعات اللي نقدر نقول عليها سعرها رخيص شويه، في الاداء المايك بتاعها نقدر نقول عليه مقبول. بصراحه كانت تجربه كويسه للسماعه ديت، لكن اتوقع ان يعني القطعه اللي جات لي ديت فيها مشكله في البطاريه، لكن من حيث الاداء فانا الاداء بتاعها بصراحه كان احسن من المتوقع. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.